يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا أحلى أطفال؟ أنا ماما أسماء وجايلكم النهاردة بحكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما أسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الأبطال ونتعلم حاجات حلوة. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة سمسمة القطة المؤدبة. كان يا مكان في غابة جميلة كلها خضرة وأشجار. كان في قطة صغيرة واسمها سمسمة. سمسمة كانت مؤدبة وبتحب تسمع كلام ماما وبابا دايما. وفي يوم ماما قالت لها يا سمسمة اوعي تروحي لوحدك بعيد عن البيت، الغابة كبيرة وممكن تضيعي. سمسمة قالت حاضر يا ماما، هفضل قريبة من البيت ومش هبعد. صاحبتها الأرنب لولي جت لها وقالت لها تعالي نروح نلعب عند النهر البعيد يا سمسمة ومحدش هيعرف. سمسمة فكرت لحظة كده وقالت لا يا لولي، ماما قالت لي ما بعدش وانا لازم اسمع كلامها. لولي الأرنب راحت لوحدها، بس للأسف وقعت في حفرة واتخضت جدا. سمسمة سمعت صوتها واتخضت عليها جامد وجريت وجابت ماما وبابا علشان يساعدوها. لولي قالت لسمسمة انت كان عندك حق يا سمسمة، وانا غلطت لما ما سمعتش كلام ماما وبابا. ومن يومها كل الحيوانات في الغابة بقوا مبسوطين بسمسمة القطة المؤدبة. العبرة من القصة يا أطفالي إن لازم نسمع كلام ماما وبابا علشان نكون في أمان، لأنهم دايما عايزين مصلحتنا وبيحبونا أكتر من أي حد. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.